بسم الله الرحمن الرحيم. طب احنا فين؟ احنا في ابو سمبل، ابو السنابل. لان بلزوني لما اكتشف المكان ليه بايه، ليه المعبد نفسه منحوت في جبل على شكل سنابل القمح. المعبدين، معبد رمسيس الثاني الزعيم ومعبد زوجته نفرتاري. طب ايه ده اللي قدامنا؟ بحيرة ناصر. بحيرة ناصر. طب احنا على بعد كم كيلو متر من السودان؟ 40 كيلو متر. حدودنا مع السودان عند قرية اسمها أدندان إلى الجنوب من هنا كام؟ 40 كيلو متر. طب وفين معبد أبو سمبل؟ بص حضرتك، الشكل اللي هناك ده المعبدين، بس ده مش جبل. ده عبارة عن قبة صناعية من الإسمنت على شكل الجبل الأصلي، على شكل الجبل الأصلي. واتبنى بنا طبعا، اتنحت المكان الأصلي، يبعد من المكان ده الجديد حوالي 200 متر. وتحت بحيرة ناصر حوالي كم متر؟ حوالي يعني المكان الأصلي 60 متر تحت، أسفل المية تحت المكان الأصلي. يبقى كده الشكلين دول القبتين شكل اسمنتي اتغطى عشان يبقى زي الجبل الأصلي. طبعا هنا معبد نفرتاري، هناك بص كده، هناك معبد نفرتاري، وده معبد جوزها اللي هو رمسيس الثاني، معبد الزعيم. طبعا كانوا في الأصل منحوتين في الجبل الأصلي تحت المية. يبقى كده احنا بنصور المعبدين بعد ما اتنقلوا وانقذوا عن طريق اليونسكو طبعا، وعديد من الدول ساعدتنا في انقاذ المعبدين طبعا، وتم نقلهم من 1962 ل 1964 وأعيد بنائهم إلى هذا المكان. واحنا دلوقتي هنروح نزور أبو سمبل وفي أفكار جديدة، فتابعونا. شكرا جزيلا.